السلام عليكم متابعي قناه ماي كيتشن كوزينتي. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم بغيت نشارك معكم وصفه ديال الفرايد تشيكن وينكس اللي كيجيو لذاذ بزاف مع فريت منزلي مرافق بحال اللي كنشريو من على برا واحسن عاد. فندوز معكم المقادير والطريقه ديال التحضير. فاول حاجه غادي نوجدو هي الفريت. كيف ما قلت لكم كيجي بحال الفريت اللي كنشريو من على برا. غادي يصدق لكم 100% وانا متاكده انه غادي يعجبكم لا نتوما لا وليداتكم الا جربتوه بهذه الطريقه. بالنسبه للبطاطا، احسن وحده جربت هي هذا النوع ديال البطاطا الصفراء اللي هي ايداهو. هي اللي كيجي بها الفريت زوين. يعني جربت بزاف ديال الانواع ديال البطاطا، لقيت هذه هي اقرب وحده في البنه ديال الفريت اللي كنشريو من على برا. فكيف ما كتشوفوا انا غادي نقطع البطاطا على شكل اللي معتمدين دائما. التقطيعه ديال الفريت كتبقى على حسب نتوما الشكل اللي بغيتو، فريت رقيق اولا فريت غليظ، يعني كيبقى على حسب نتوما وشنو كتفضلوا. المهم انا كنقطع على هذا الشكل بحال هكا، وغادي نستمر حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال البطاطا، وغادي نعاود نرجع معكم. من بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي ديال البطاطا، كندوز كنديرها في واحد الشبكه، كنغسلها مزيان، ومن بعد كناخذ واحد البانيو اولا طاسه، كنعمرو بالماء وكندير فيه هاد البطاطا. الماء خصو يكون مغطي البطاطا، كنزيد عليه الخل الابيض، اي نوع الخل ديال الخلط الابيض اللي عندكم. الكميه كتبقى على حسب البطاطا اللي عندكم. انا هنا تقريبا استعملت واحد 3 ديال المعالق كبار. صافي كنخلي البطاطا على جنب، وكندوز كنوجد داكشي اللي بغيت مثلا نوجد. بالنسبه الا كنتو بغيتو ديروها في الغداء اولا في العشاء، حتى كتوجدوا داكشي اللي بغيتو، وعاد غادي ندوزو باش غادي نقليوها. ودابا غادي ندوزو باش غادي نوجدو هاد جنيوحات ديال الدجاج اللي كيجيو لذاذ بزاف. حتى هما تيقوني الا جربتوهم غادي يعجبوكم، ما غاديش تبقاو تشريوهم من على برا. فغادي نحتاجو جنيوحات ديال الدجاج اللي كيكونوا مغسولين مزيان ومنقيين ومنشفين. غادي نحتاجو واحد الكاس صغير ديال الحليب، شويه ديال البزار، ملحه، سكينجبير، شويه ديال الكمون والثومه غبره. كناخذ واحد الزلافه اللي غادي نرقدوا فيها هاد الجنيوحات، كنديروهم فيها، وغادي نزيدو عليهم العطريه اللي قلت لكم من قبل. كنزيدو الثومه غبره. الثومه غبره كتعطيها واحد البنه زوينه بزاف. ما بغيتوش ديروا الثومه غبره اولا ما كانش متوفره، كديروا الثومه فريش كتحكوها رقيقه وكديروها. زدت سكينجبير. دابا درت الكمون، وغادي نزيد شويه ديال البزار، الملحه، وفي الاخير غادي نزيد كاس صغير ديال الحليب اللي كيبنن لينا الدجاج وكيحيد لينا حتى الزفوره من الدجاج، ما كيبقاش ديك البنه ديال الزفوره فيه. صافي، هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو باش غادي نرقدو هاد الجنيوحات. كنخلطوا هاد الجنيوحات ديال الدجاج مع الحليب والعطريه اللي زدنا، كنخلطوهم مزيان حتى كنحسوا بان العطريه ما بقاتش مجموعه علينا بشي قنت. من بعد كنغطيوهم بالسلوفان، كنديرهم في الثلاجه ما بين ساعه اولا حتى 3 السوايع. كنخليهم كيترقدوا. الا درتوها ليله كامله وبغيتو توجدوهم حتى لغدا عليه يعني كان احسن، ماشي مشكله. المهم كل ما خليناهم كيترقدوا مزيان كل ما كيجيو شاربين العطريه وبنان. ودابا غادي ندوزو باش غادي نشوفوا الطحين اللي غادي نقليو فيه هاد الجنيوحات. غادي نحتاجو واحد الزلافه صغيره ديال الطحين فورس، عندنا بصله غبره، ثومه غبره، شويه ديال الملحه وشويه ديال التحميره. عندي هنايا واحد 2 معالق كبار ديال المايزينا، وواحد شويه ديال سنيده. واحد الزلافه كبيره كنديروا الطحين، شويه ديال سنيده اللي كتعطينا واحد التعسيله ولون زوين ملي كيتقلاو لينا الجنيوحات. غادي نزيد البصله غبره، مايزينا اولا نشا اللي كتعطينا هذيك التقرميشه من على برا، شويه ديال التحميره، شويه ديال الملحه، ثومه غبره. كنخلطوا هاد الطحين مزيان حتى ما كيبقاش لينا فيه هذيك العطريه مجموعه. وغادي ندوز فيه جنيوحات ديال الدجاج وحده بوحده، كنلبسوهم مزيان بالطحين باش ما كيشربوش الزيت بزاف وكيجيو مقرمشين على برا. غادي نكمل هاد جنيوحات كاملين اللي عندي وغادي نرجع معكم باش نكملوا الطريقه ديال الوصفه ديالنا.
من بعد ما كملت الجنيوحات كاملين اللي عندي ودوزتهم في الطحين، كنخليهم كيرتاحوا واحد تقريبا ما بين 10 حتى ل 10 ديال الدقائق. هذيك الوقيته كناخذوا فيها واحد المقله اللي كتكون غارقه، كنعمروها بالزيت وكنخليو الزيت حتى كتسخن مزيان. من بعد كنديروا فيها الجنيوحات وكنقصوا عليها العافيه ديما تكون متوسطه من بغيو نطيبوهم. كنبقاو نقلبوا جنيوحات كل مره، كل جهه كنعطيوها واحد 5 ديال الدقائق وكنعاودوا نقلبوها حتى كتحمر لينا ديك القشره وكتكرمل وكنحسوا بهم طابو وعاد كنحيدوهم. فكيف ما كتشوفوا في الفيديو، فهذا هو الشكل النهائي ديال الجنيوحات من بعد ما كيطيبوا. كيجيو على هذا الشكل بحال هكا، كيكونوا مقرملين من على برا واللون ديالهم ذهب. كنخليوهم كيطيبوا على خاطرهم حتى كنحصلوا على هذه النتيجه اللي كتشوفوا. غادي نكمل جنيوحات كاملين اللي عندي في القلي وغادي ندوزو باش غادي نقليو الفريت. ودابا غادي ندوزو باش غادي نقليو الفريت. كنصفيو البطاطا من الماء والخل الابيض بلا ما كنغسلوها مره اخرى، لان هذاك الخل اللي زدنا على الماء كيعطيها واحد البنه اولا كيعطي واحد البنه في الفريت زوينه بزاف. المهم كناخذ واحد السيف اولا فوطه، كنشفوا البطاطا مزيان من الماء على هذه الطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو، وكنرجعوها لواحد البانيو اولا طاسه. كنزيدوا عليها المكون السحري اللي هو النشا اللي كيعطيها هذيك التقرميشه من على برا. كنبقاو نخلطوا في البطاطا مزيان على هذا الشكل حتى كتلبس البطاطا كامله بالنشا اللي زدنا عليها. وفي هذه الوقيته كنكونوا مسخنين المقله اللي درنا فيها الزيت من قبل. منين كنسخن الزيت كنديروا فيها الفريت كيتقلى، كنخليوه كيتقلى في زيت سخونه ولكن العافيه كتكون متوسطه باش البطاطا كطيب من الداخل وكتقرمش لينا من على برا. نحركوش البطاطا من الاول حتى كتشد لينا راسها، وعاد هذيك الساعه كنبقاو نحركوها مره مره حتى كتكمل لينا في الطياب. فمن بعد ما كطيب البطاطا كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل بحال هكا. راه هاد البطاطا هذه ما كتحمر ما والو، كتبقى في هذا اللون ديالها. كنشدوا البطاطا كنديروها في واحد الصفايه وكنخليوها حتى كتصفى من هذاك الزيت اللي فيها على خاطرها. ما كنديروهاش في داك الورق النشاف، هذاك الورق النشاف غير كيرجع ليها الزيت اللي فيها وهكاك البطاطا كتبدا كتدبل. كيف ما شفتوا انا البطاطا راه ما درت فيها لا ملحه لا والو. كنطيبها مسوسه حتى كنبغي نقدمها عاد كنرش عليها الملحه. فهنا كيف ما كتشوفوا انا بغيت غنسمعكم الصوت ديال ديك التقرميشه اللي كتكون في البطاطا من بعد ما تقلات. يعني راه هانتوما كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل بحال هكا. صراحه راه كتجي زوينه ولذيذه بزاف، غير جربوها انا متاكده انها غادا تعجبكم. بالنسبه للصوص مرافقه انا استعملت مايونيز مع الموطاد. كناخذ واحد المعلقه اولا جوج معالق كبار ديال المايونيز ومع واحد المعلقه صغيره ديال الموطاد، ولا اولا على حسب الكميه اللي بغيتو. لو بغيتو تغلبوا الموطاد على المايونيز ممكن، يعني كتبقى على حسب هذيك الحموضه ديال الموطاد واش كتبغيوها مجهده او لا. كنخلطوا جوج مكونات مزيان وكتقدموها مرافقه مع الفريت والدجاج. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الجنيوحات مقليين اللي كيجيو لذاذ بزاف، ساهلين في التحضير ونتيجتهم مضمونه ان شاء الله 100% مع صوص مرافقه اللي اقترحتها عليكم اليوم. واكيد الفريت اللي كيجي بحال الفريت اللي كناكلو على برا واحسن بزاف. نتمنى الشهوه ديال اليوم تكون عجباتكم وتجربوها لكم ولوليداتكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده واللي غادي تكون ان شاء الله بسيطه وسهله في التحضير. شكرا بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. والسلام عليكم.